لو رخصة عربيتك صلاحيتها انتهت وعايز تجددها، أو لو رخصة عربيتك ضاعت وعايز تطلع بدل فائد، أو حتى رخصتك الشخصية الجديدة ضاعت وعايز تطلع بدل فائد من غير ما تنزل المرور أو تعمل أي مشوار، تعال أقول لك إزاي. سمعت عن بوابة مصر الرقمية؟ ده موقع الحكومة المصرية عاملاه عشان تعمل من عليه أي خدمات تخص المواطن، ومن ضمن الخدمات دي خدمات المرور، تجديد رخص المركبات، كمان إصدار بدل تالف أو بدل فائد لرخصتك أو رخصة العربية. بس أهم حاجة رخصتك الشخصية تكون الرخصة الشخصية الجديدة اللي موجودة بالرقم القومي. لو الرخصة الشخصية القديمة فلازم تنزل المرور. ومش الرخص بس، ده ممكن تعمل بدل تالف أو فائد لبطاقة الرقم القومي، أو لو عايز تعمل توكيل شخصي أو توكيل عام وتروح تستلمه من البريد بدل ما تروح الشهر العقاري. هتخش على الموقع ده وتعمل عليه حساب وتعمل العملية اللي انت عايزها وتدفع بأي وسيلة دفع متاحة. في الغالب يعني هتكون الكارت بتاع البنك. بس خلي بالك، تجديد رخصة العربية من عليه مش بينفع لو عندك فحص أو لو عربيتك قسط وعليها حظر بنك. ساعتها هتعمل كل العملية عليه وتنزل تستلم الرخصة من المرور، لأنه ساعتها مش هينفع يبعتها لك على البيت، بس هيكون وفر عليك وقفة الطوابير. أما بقى لو العربية باسمك ومعلهاش حظر بنك ولا ميعاد الفحص بتاعها جه، فأنت ممكن تطلب الرخصة وهتجيلك على البيت، وما تقلقش بتوصل في أقل من أسبوع.